ازدهرت كيجالي الأيام الماضية بعدد من النشاطات والإشراقات هنا في الدولة في العاصمة الوطنية كيجالي، حيث أتى هلال السودان لإقامة معسكر تحضيري تأهبا لبطولة سيكافا والبطولة الأفريقية وبطولة الدوري السوداني الممتاز هناك في الخرطوم. وكذلك حضر فريق الكرة الأول بالأمس نادي المريخ ونادي كيجالي لإقامة معسكر إعدادي طويل المدى تأهبا للاستحقاقات الإفريقية القادمة. فيما شهدت مباني اتحاد كرة القدم أكاديمية كرة القدم هنا في رواندا في ملعب السادة ماهورو فعاليات توزيع وجوائز اللاعبين المتميزين في موسم 2025-2026 والذي جاء في الدولة تقديم الجوائز للاعبين البارزين المتميزين، وكان نصيب الأسد من هذه الجوائز لاعبي فريق الكرة بنادي الهلال. كما شهدت سفارتنا السودانية عدد من النشاطات للطلاب وعدد من النشاطات الدبلوماسية التنسيقية الرفيعة التي شهدتها رواندا بمشاركة وتشريف وحضور سعادة السفير خالد موسى ضفع الله سفيرنا هنا في رواندا. قناة SR الفضائية معك في كل مكان.